يا ريتك خبرت مهران قبل ما نروح اني حكيتك واني رح زوره. ما خطر على بالي والله. دخيلك أكيد رح يفرحوا بجيتك. عن قريب عنا حفل طور لابننا، إذا قبلت تكون حامي ابننا الصغير منتشرف. ما بصير. بس ليش لا يا بنتي؟ لأنه ما بصير بابا، شو ما ضل غيره؟ شو عملت لها لهالبنت حتى شايفتني مو مناسب؟ اللي بشو شردت زياد في شي؟ شردت بسيرة عيلة راعي شوي. عم فكر من لما كنت ولد ما كانوا يستقبلوني بنوب. لا شو هالحكي؟ بالعكس أنت من العيلة. كيف يعني؟ إذا قبلت تصير الحامي رح تصير واحد من العيلة. قصدي مثلا بنات علي وجبريل رح تعتبرهم إخواتك. إخواتي؟ إيه هيك يعني. فاطمة وين اليوم؟ ليش ما عم تساعدنا؟ العيلة عندهم مقدسة كتير. يعني لما الواحد بيكون من عيلة راعي بيصير مثل أبوه راعي. قصدك الكل بيعتبروا أخ بالعيلة؟ يعني إذا كان ابن العم ولا ابن الخال ولا ابن الخالة بنعتبرهم كلهم أخوات، مو هيك؟ إيه هيك شي. يعني بالعادة إنه الوحدة تتزوج ابن عمها ما في مشكلة أبداً، أما تتزوج حامي مستحيل. هذا مثل الأب للكل. هيلين ليك هون؟ عم تحكي مع علي شير. لإمتى هالحالة يا علي شير؟ ليش شو طالع بإيدي أعمل؟ كان لازم يكون إجا زياد. خلينا نحكي بمكان هادي ونفكر شو لازم نساوي. وين راحوا؟ مالي شايفهم. أحياناً أنت اللي بتذكريني بأماني. يعني بتذكريني قديش كانت تحبه لزياد من لما كانوا صغار، وأنا بشوف نفس هذا الحب اللي بعيونك طوال الوقت. معقول تكون نهاية حبنا مثل نهاية حبهم؟ اوعك تقول هيك مرة تانية. إن شاء الله يكون حبنا مثل حبهم، بس إن شاء الله يكون حظنا أحسن ونكمل مع بعضنا إن شاء الله يا رب. السيارة جاي. يلعن هالحظ، زياد بالسيارة. شو اللي جابه لزياد لهون هلأ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. إن شاء الله خير. طمنا دكتور. ما عليها شر إن شاء الله. أكيد رح تتحسن، بس ترتاح شوي. لا تخلوها تتحرك، لساتها تعبانة. هي لازم تتحسن هاي الفترة. يعطيك العافية. وأكيد أنا رح أرجع أطمن عليها. يعطيك العافية دكتور. وينك لهلأ يا أخي زياد؟ أهلين فيك. أهلين يا آغا. تفضل. تفضل قدامي. ما بتفهموه؟ يك انا لامتى بدي ضل عم بستنى يعني؟ قلت لك خلصني منه بقى يا عبد الله. رح أخلصك من زياد يا آغا.
وشو مشان ساعدوه؟ أنا عم ساوي اللي بقدر عليه. ساعده صعب شوي. يعني ساعده عم يعمل اللي بده اياه وانت لساتك قاعد عم تضيع وقت. يلا على شغلك. شو جابها هي هلا؟ يا أخي جعفر، الكل وافق يبيع أرضه من عداك، ليش هيك أنت عنيد؟ يا جعفر لا تعقد القصة. ليك هاي رجعتي من أنقرة من عند شكور. أنا بعته أرضي وأنت لازم تساوي مثل الكل، وحاجة تعقدها للقصة. ليكني هي أنا بعت أرضي، بقى بيع أرضك وشغله لمخك أحسن لك. وشو يعني وإذا كنت معه عمل لك ما راح بيع شبر من أرضي لهذا شكور؟ يعني انت فيك تتخلى عن بنتك بس ما فيك تتخلى عن ارضك؟ لسانك ولا صور الشرب يكفي. ما راح بيع ولا شبر من أرضي، ما راح بيع أي شيء، فهموا بقى. وانا ما رح بيع، انا مع جعفر ما رح بيع كمان يا شباب، يا عيب الشوم عليكم. هدوا وطي صوتك تعملوا، وطي صوتك علق. تعال هون والله لك كسر راسك. خلص يا شباب، بدي كسر راسه للكلب. ما راح بيع أرضي، ما رح نبيع. شو بدك تعمل يعني؟ النبي يا جماعة يا شباب، عيب عليكم. ليك أخي نحن اللي موافقين على عرض شكور، خلينا نروح ونقول له. أنا رح أقول له بعدين بنشوف شو لازم نساوي. خلينا نأمن على حالنا بالأول. وشو مشان جعفر؟ هو مو مشكلتنا، جعفر بدبره شكور أكيد. ايه هروب يلا لعند شكور يا جبان، هذا اللي شاطر فيه يا قليل الأصل. شكراً إلك. وهلا ما قلتي لي سبب زيارتك يا سيدة ريحان؟ أكيد مو بحاجة سبب لتجي، بس حابب أعرف. في سبب يا شكور، أصحاب الأراضي لسه ما عينوا ولا محامي ينوب عنهم. عم تحكي عن جد؟ إيه، نحن ما فينا نساوي شيء بدون محامي معهم، وما معنا كتير وقت. الوزارة أجلت تقديم الدفعات. أجلت لكان؟ أي لهيك لازم يكون معهم محامي بوقتها. فهمت عليكي. بكرة رح يدبروا محامي ولا يهمك. والله بتمنى هالشي، لازم امشي هلأ. طيب خليكي قاعدة شوي. مشغولة كتير والله، بشوفك. يعني أبداً ما معك وقت لحتى نشرب كاسة شاي؟ تذكرت هلأ صحيح. اللي في أخبار من أخوك سعدو؟ لا أبداً. طيب ومن زياد؟ ولا هو كمان، بس أنت ليش عم تسألي؟ قلت إنه سعدو بده شي من زياد، ولهيك سألت عنه. طيب معناتها بشوفك. والله معك. لازم تعرف إنه عقله لساته شغال منيح يا علي شير. أنا طول هالسنين خليت هاي الشغلة سر وما قدرت أقولها لأي حدا بنوب. الذنب كله علي، وبحياتي ما رح سامح حالي، وموته صدمني أكتر ما بتتخيل. لهيك بدي لاقي اللي قتله لو بدي موت. هالشغلة صارت أمانة برقبتي لموت. عرفات صار يتيم بسببهم، وسوزان صارت أمانة برقبتك، وهيلين لازم تصبر وانت ساعدها. انت عم تعاني مثلي تماما، ما رح خليكن تتعذبوا، لا انت ولا هيلين ولا اي حدا غيركن. هذا وعد مني. انت عم تفكري بزياد مو؟ وشو فائدة اني فكر فيه وانا بعرف انه ما رح يفيد باي شيء يا ألين؟ طيب شو رح تعملي؟ شو بيعرفني؟ الموضوع صعب. بس زياد كان يحبها لأماني كتير، وبتعرفي هالشي، بس يا ترى بحبك؟ وإذا بيحبها يعني أماني ما عادت موجودة. انت بتتذكريها مو هيك؟ ما بقدر انسى بنوب، وانا عم بتطلع على الحبل وهي معلقة منه، وقتها حسيت بخوف ما بينوصف. امي
تشنق حالها، هي البنت اللي جوا عم تشنق حالها، عم تصير على طول. يلا بسرعة مساعدة. شو صاير؟ شو صاير؟ يلا ركضوا ركضوا. يلا بسرعة. لا توقفوا. صاير. ركضوا. يلا بسرعة خلينا نروح. صاير. يلا بسرعة. عملت حالها. يا رب أخيك. شو صاير؟ شو صاير مع حدا؟ ليش يلا خلونا نساعدها. ركضوا بسرعة. يلا شو صاير معها؟ ليه عملت هيك بحالها؟ وقتها أنقذت حياتها ورجعت عاشت، بس شو الفايدة؟ لأنه بعد ما ولدت البنت تعبت وماتت المسكينة. تصبحي على خير. وانتي بخير. إذا قبلت براعي رح تصير واحد من العيلة. قصدي مثلا بنات علي وجبريل رح تصير تعتبرهم مثل إخواتك. يا الله. سمعتوا امتى رح يجي زياد ولا لسه؟ لا والله ما منعرف. الولد عم يستنى عمه من سنين، بس يجي رح يطير من الفرحة، بلكي وقتها شوي بيغير حاله. بس المشكلة إنه في سبب عم يخليه يستنى زياد على أحر من الجمر، لأنه مفكر إنه بس يجي عمه رح يساعده مشان ينتقموا لموت أبوه. إيه معه حق، لازم تنكشف الحقيقة بالأخير، واللي قتل عباده لسه مو مبين مين هو. على أساس ما بتعرفي؟ مبين مين هن اللي قتلوه. نحن تناقشنا بين بعض وقررنا انه ما في سبب يخلينا نرفض عرضك. يعني مشي حال الكل مو؟ ايه بس في شغلة مضايقتنا. شغلة شو؟ مثل ما بتعرف الحكومة عطتنا دفعة مصاري مشان نقدر نسقي أراضينا، فعم فكر إذا بعناك الأرض هلا رح تطالبنا الحكومة إنه نرجع لها المصاري. يعني المحامي ما فهمكم كل شيء؟ فهمنا، بس نحن بدنا نسمع من تمك يا آغا. اسمعوني منيح لكان، دفعة المصاري هي لإلكن، وإذا طالبت فيها الحكومة وقتها رح أعطيكم المصاري من جيبتي. هالحكي صحيح آغا؟ ليش أنا في شي مرة حكيت لكم شي ما له مزبوط بحياتي؟ بنوب يا آغا حاشاك. تمام لكان. وإذا صار أي شيء تواصلوا مع المحامية فوراً. تمام ماشي يا آغا. إذا احتجتوا شيء تاني قولوا لي. بصراحة جعفر ما كان يقتنع بحكينا. مو مشكلة، انتوا اهتموا بشغلكم. الله معكم. شكراً آغا. صار لازم نحط للظلم حد يا شكور اغا. الله يجيرنا، الله يمضي هالعرس على خير. ان شاء الله ما رح تملوا على خير. انا بدي اياك تعرف انه طول ما انا عايش يا انا يا انت العمى يا لطيف كيف هيك بتجرأ؟ ده جاي نزعلنا العرس خود هيدا عبالك. ضربوا للآغا. شفتي شو عمل؟ شكور مسترجي يعمل هيك يا انا يا انت. يا الله، هيك حياة زياد رح تضل بخطر إذا ما إجا ساعده. ألو، أهلين أستاذة ريحان. بدي حاكيك يا شكور آغا مشان أصحاب الأراضي لسه ما استعانوا بمحامي لهلأ. قريبا يا أنسة، قريبا رح يكونوا عندك اليوم المساء. بدي أسألك عن موضوع. سعده رجع شي؟ لسه ما رجع. لسه ما رجع؟ رح يكون أحسن إنك تلتقي مع زياد بدون ما تعلقوا مع بعض.
يعني ما لازم توقع حالك بمشكلة معه. آخ منه، لو بس أعرف لوين راح. بكرة بيرجع يا أنسة. يمكن بيكون راح على ضيعة بيريتان أو على ضيعة باساك. كانت علاقته منيحة مع زياد. بلكي سعده راح مشان يشوف زياد. باساك أو بريتان لكان؟ هلأ فهمت. شكرا إلك يا أنسة. والله ما رح أنسى مساعدتك، هي بنوب معي. طيب وهلأ ما رح تجي؟ بيتي وبتعرفيه لساته محله. ما بيزبط التفاهم بهيك أمور عن بعد. يعني كل اللي بدي أقوله، كيف رح تمشي لي شغلي إذا أنت مانك جنبي هون؟ يعني أنت بمالطا وأنا هون. إيه ماشي ماشي، بشوفك عن قريب. بشوفك لكان. قلت بريتانا وباساك يا أغا؟ إيه هيك قلت. ما بظن إنه هيك ها؟ ريحان هيك قالت لي. هو يمكن يكون هنيك. جمع لي الرجال يا عبد الله. بكرة شوف كيف رح فوت على بريتان وباساك. اصحك، ما بدي اياك تعلق مع اهل بريتان او باساك ابدا. لكن شو بساوي؟ شي بتقلي ضروب وشي بتقلي اصحك يا اغا؟ تسمع الحكي وبتنفذ. انا قلت لك انه ما عاد معك وقت ابدا. بقى ليش عم تتدخل بشي ما بيخصك؟ ليش عم تضيع لي وقتي؟ رح ركز على شغلي يا اغا، اسف. معناها شو واقف عم تستنى؟ روح يلا على شغلك. ليش يا الله ليش؟ تعالوا يلا يا رجال، اسمعوني منيح، لازم تجهزوا لي حالكم مشان نعمل مثل ما بده الآغا، كل واحد على شغله. يلا بسرعة، اجا الآغا. تفضل يا آغا. شو جاهزين؟ كله تحت أمرك. إذا معلوماتنا صح، سعده بيكون بضيعة زياد أو بضيعة باساك. ايه بس صعب علينا نروح على مكانين بنفس الوقت. ايه نعم معك حق يا أغا. وإذا ما قدرنا نروح لعند زياد، معناتها رح نضحك عليه ونخليه يجي لعنا. ايه رح نخليه يجي لعنا، بس شلون بدنا نساوي هيك يا أغا؟ هداك الرجال اللي اسمه جعفر ما واقف بطريقنا بقصة الأراضي؟ ايه فإذا صار معه أي شيء لهذا الرجال، الخبر أكيد رح يوصل لعند زياد، ونحن شو رح نساوي؟ لازم نأذيه لهذا اللي اسمه جعفر. وساعتها بتشوف كيف زياد رح يجي لعنا على رجليه. مزبوط كلامي؟ ايه يا اغا، ايه معك حق انت، هيك بنضرب عصفورين. اول شي هذا جعفر بيتربى، وتاني شي هيك زياد بيجي لعنا بايديه ورجليه يا اغا. يلا شد الهمة لشوف، ما تضيع وقت مثل عادتك. يلا لشوف. بأمرك يا اغا. يلا تحرك. يلا انت وياه، يلا بسرعة، ليش واقفين؟ جهزوا لي حالكم يلا. أنا بوعدك يا بابا رح أعرف مين يلي قتلك، حتى لو كان خالي زياد مو معي ما رح يروح دمك هيك. بوعدك بابا، أنا بوعدك.
سوزان، عرفات، يا حاج آغا، سوزان، عرفات، يا حاج آغا. هاد مو وقت الحقد والانتقامات. اسمعوا شو بدي إلكن. عم تطلبي الدم يا سوزان. يا حاج آغا، عرفات هو عبيده الصغير. ديروا بالكن على عبيده. عرفات هو المستقبل. لا ترموا ابنكن بين ايدين الشيطان. بعدوا عن الشيطان. لا تتركوا عرفات للشيطان. لا تسقوا الشتلة بالدم. انتي شتلة عم تطلب دم يا سوزان. يا حاج آغا، عرفات هو عبيده الصغير. ديروا بالكن عليه. عرفات هو المستقبل. لا ترموا حفيدكن بين ايدين الشيطان. لا تطعموا الديب للطير. لا تطعموا الديب للطير يا آغا. لا تطعموا الديب للطير. 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 يا أخي حاسس حالي عاجز، عن جد حاسس بالضعف. أنا خجلان من حالي. ضع معي شوي. عبيدو مات امبارح، وشو عم ساوي أنا؟ لسه دم أخي ما نشف، وأنا لسه ضالل هون. ما رح أهرب. شو مشان أبي؟ كيف رح يسامحني؟ إن رضيت علي ولا ما رضيت، أنا رح أرجع على الضيعة. وقبل ما أنتقم لعبيدو ما رح أتزوج. وحتى لو هيلين ما استنتني قراري أخدته. عشت قدك بمرتين، قد سنين عمرك وانت بتعرف، ورصاصها اللي بركبتي بتشهد. أنا اللي وصلتك لهون، لهيك اتركها علي. أنا بحل القصة، أنت لا تتدخل. عم تفهم شو عم حاكيك؟ لا تتدخل واعتمد علي بكل شي من هون ورايح. زياد، تعال يا أخي. يلا جاي. مبين في شي؟ كتبتي 92 ما هيك؟ برافو عليك. زياد، انت اكلت شيء؟ ايه اكلت غزل. مهران حاكيني شوي. تعال جنب. شو بدك زياد؟ يا أخي حكاني علي شير، قتلوه لعبيده وما عرفنا اللي قتله، وبدل ما ننتقم نحن هربانين، وما كان لازم نترك الحاج هنيك. لازم ننتقم منهم، لهيك رح روح. لازم نفرجيهم انه مالنا ضعاف. معك حق على فكرة، وأنا هيك رأيي.
ما بعرف شو رح يصير، بس رح روح معك مشان اسمع. الاحتياط. أنت بأمان هون، لازم نروح لحالي. أنت ضل هون واهتم بالكل. خد معك يوسف. طيب موافق، خلينا ناكل. زياد رايح لحاله، هات لشوف. ايه والله صح، لو ضل زياد بالضيعة كانت شغلتنا اسهل. ايه يا اغا. وهلا شو بدنا نعمل؟ يلا بلش. تمام، نحن لازم نشتغل هني. تمام، خلونا نحفر 7 امتار. ها تمام. شدوا الهمة بالحفر هون، ماشي؟ ايه تمام. هي اجا الاغا. اهلين يا اغا. اهلين يا اغا. شرفتنا يا اغا. شرفتنا والله. كيفكن يا رجال؟ اهلا وسهلا فيك يا اغا. اهلين فيكن. ايه والله، تعوا معي لنتفرج على شغلكم الجبار. طلعوا على الشمس، حسوا بدفى الشمس. تحت هي الشمس عم تعرقوا وتتعبوا، وحاسس فيكن. أنا أجيت يا أخواتي مشان شارككن تعبكن وأتشكركن. شايفين كيف حطينا أساسات هالسد يلي صار له سنين متروك؟ وين في شي بيفيد الشعب رح نكون أول الناس عم نعمله، لأنه الحكومة ما عاد فيها تتحمل تكاليف بناء السد الكبير. لهيك أنا عم بتبرع لإلكن مشان فيد أهلي وناسي. لازم نكون إيد وحدة كلياتنا مع بعضنا ونتساعد سوا لحتى نخلص هذا السد. بدنا نخلي المي توصل لكل البيوت لنسقي أراضينا. أنا شادد ظهري بهمتكن وبشغلكن هون. سمعنا كتير حكي يا اغا. والله لنا سنين ما عم نشوف غير الحكي بس بلا فعل يا اغا. إيه، نحن غلطنا هالغلطة من زمان. كان في مشاكل كتير بالبلد، ما كان حدا فاضي لهالسد. أنا جاي بصفتي ابن البلد، ماني تابع للحكومة، وما عندي نية أرجع رشح حالي. أنا اليوم واحد منكن، من الشعب، فهمتوا؟ شكله هذا جاي ومتعذب ليبيانا حكي مشان ننتخبه. اي والله، لنا سنين بنسمع هالحكي. اي والله صحيح الحكي. اي والله. ليكو هالأراضي ما بتنباع بمال الدنيا. شايفين هالحجار وهالأرض يلي قدامكن؟ ما بتسوى كل الدنيا واللي فيها. أراضينا ذهب، أراضينا ذهب. فيك شي يا بنتي؟ مبينة مو على بعضك. لا بابا أنا منيحة. لا عم تكذب، أنا بعيوني شفتها امبارح عم تبكي بغرفتها بالليل. شو هي مشكلتك يا بنتي؟ إذا ما حكيتي مشكلتك ما بتلاقي لها حل. ما في شي بابا، ضايق خلقي شوي وبس. بصير واحد من ضيعة بعيدة يرعى حيدر يا بابا؟ كيف يعني واحد من ضيعة بعيدة؟ اللي بده يكون راعي بده يصير قرايبنا ومن العيلة هون. رح يصير واحد منا ورح يصير من دمنا. أعطيني خبز قليل.
لا تتحرك لا تتحرك، بوس والله. تمام يا آغا، نحن فضينا كل شيء. لكن طلعت انت اللي عم تتعاون مع شكور وعم تساعد جماعته، مو هيك؟ احكي لشوف. لا تتحرك لا تتحرك. وبدك تعطي بنتك لاخوه لشكور؟ أنا ما أعطيت بنتي لحدا. بدك تعطيها يا كذاب. أعطيت أرضك لشكور، ما بعت أرضك من شان شوية مصاري. ما بتعرف إنه قصة السد كذب؟ فهمني شو اللي بيخليك تتعاون مع شكور آغا؟ أنت مخربط يا أخي، والله لا يموتكن زياد بس يعرف. ما بعرف زياد ولا مزاد. لا تتحرك، عمل لك، لا تخليني أوثق. ها لا تتحرك ولا أخذتوا المصاري. ما بنعرف زياد وما بيهمنا. إذا لسه بتتعاونوا مع شكور رح تكون هي آخر أيامك. سمعت منيح تهديدي إلك؟ رجلكم يا كلاب. يلا خلونا نمشي. يلا بسرعة. لا فكونا فكونا. رجاكن. يلا أنت وياه، يلا بسرعة يلا. فكنا. في حريقة، في حريقة. لك شو هالريحة؟ في حريقة، في حريقة، في حريقة. يا جماعة حدا يفكنا. في حريقة، في حريقة، حريقة، في حريقة، في حريقة، حريقة، في حريقة. جعفر أنت منيح؟ شو عم بيصير يا ربي؟ هالمصايب ما عم تحل عننا. شو في يا جعفر؟ ربطوا لنا ايدينا وبعدها حرقوها للبايكة وكل شي عنا خواريف، ما بقي شي بنوب. مين ورا هالعملة هي؟ مبين مين سواها، ما في غير شكور الكلب. مو مثل ما انك مفكر، اللي هاجمونا اليوم جماعة تانيين. شو عم تحكي انت؟ يا أغا بعدين بتحكي معه، خلينا بالأول نروح لحتى نشوف شو صار برزقنا. شو عم تستنوا؟ جيبوا سلاحكم وتعوا، ولا شو راح نضل ساكتين؟ يلا ما رح نسكت. يلا ما رح نسكت. مظبوط. كل سلاحكم جيبوا. لازم نجيب السلاح. ما رح نقصر معهم، رح ناخذ حقنا. يا أغا لا تخليهم يتهوروا. قوم معي يا أخي جعفر، خلينا نروح نشوف شو صار برزقنا لنعرف شو بدنا نساوي. قوم. يلا بقى، شو صار بالفواكه؟ ايه ليكني جاية. اوه تسلم ايديكي، عن جد شي بشهي. طيب لا تشرب كتير. تمام ولا يهمك، لا تصرعيني، مبسوط. بدي بشرك يا آغا، كل شي صار تمام. بايكة جعفر اللي عند السد احترقت كلها، وحطينا البضاعة بالشاحنات، يعني ما عاد في أي شي وقف قدام السد. ايه وجعفر؟ ما سويت له شي، يعني بس ربطت له ايديه وزتيته على الأرض هو وأخوه ولعبتها صح، وكنت مندمج بالدور. الله وكيلك يا آغا. ايه عشوي كنت رح صدق اللي قلت له عم تتعامل مع شكور ما؟ وبدك تبيعه أرضك ليبني السد بس مشان المصاري، ما هيك؟ وهن صدقوني، شوي تانية كنت رح أشفق عليهم. هلأ البايكة احترقت والمواشي راحوا، وهالكم قرش اللي كانوا رح يجوون من السد كمان راحوا.
ما في داعي للعب نوب. نفذ اللي قلته بس. تمام. روح احتفل. ايه انت يا عبد الله، لسه ما وقفت ساعة الرمل، لسه الرملات عم ينزلوا، انتبه على حالك. ما في داعي ندور على الخواريف، حملوهم شاحنات واخذوهم، يلي ضلوا بس هدول. ايه شفنا آثار دواليب، برأيي نخبر الشرطة. عارفوا شغلة؟ لازم نفتش المسالخ قبل ما تندبح الخواريف. يلا بسرعة، شو عم تستنوا؟ روحوا. يلا امشوا. هدي حالك يا جعفر. طول بالك، طول بالك. الله ما بينسى حدا. راحت الخواريف. امشي. طول بالك يا أخي. الله يصبرك يا أخي. الله لا يوفقون. اسمع عثمان، هي مو أول مرة بنشتغل ولا آخر مرة. مدير المسلخة بيعرف كل شي، كل اللحم رح نلاقي له تصريفة، أنت ولا يهمك. بس هدول 4 شاحنات وأكيد العالم رح تنتبه، وأدنيهن في عليهن علامات وفي كتير صباغ على ظهرهم. حتى لو دبحناهن وين بدي روح بالفرو؟ رح ننكشف. اترك هالشغلة علينا، رح ناخده منك ورح نزبطه ورح نبعته على أوشاك على شي مدبغة. ليكون هذا من شان شغلة السد. لك هالحكي من زمان، بوقتها كان شكور آغا مبعوث بأنقرة، كان ساكت، بس هلأ اجت المي وغير شكل. يعني هذا شكور رح يعمل السد؟ لك لا تخلط الأمور ببعضها، فهم بقى، هي المرة السد أكيد رح يصير، صدقني عثمان آغا. ليش اجيت زياد؟ ليش اجيت؟ يلا رجع. شكور ما عم يهدى، حرق البايكة والبيوت وعم تمشي أموره. سعدة وهيلين بدهم يتعذبوا. لوين جاية؟ يلا رجع. شو بدك لسه يا زياد؟ شو بدك لسه؟ قلي شو بدك؟ روح بقى، روح بقى، روح. مين هي؟ هي صبية حلوة كتير، كانت صبية بتاخد العقل وبعدها مدري شو صار لها. هي كانت مرت رفيقي محمد، ورصاصها اللي كانت بركبتي شالتها ومعلقتها على صدرها، وقبر محمد فوق هنيك. فهمنا قصة رصاصة ركبتك، بس شو كان قصدها؟ بتقول كتير قصص ما فهمتها كلها. هلأ اسمعني منيح بلا ما نضيع الوقت. هدول شكلهم ورا هيلين وعلي شير، روح بوشك لمهران. ايه تمام. فتح عينك منيح وأنا رح أعمل اللي علي. الله معك.
زياد زياد يا ولاد زياد اجا يا عالم زياد زياد يا زياد زياد اجا زياد يا زياد يا عالم اجا زياد اجا زياد يا عالم اجا زياد رجع زياد اجا زياد يا عالم اجا زياد يا ناس اجا زياد زياد رجع عالطاعة زياد رجع اجا زياد اجا زياد واخيرا اجا زياد زياد اجا يا اهل الطاعة زياد اجا يا عالم اجا زياد زياد اجا زياد زياد اجا عالطاعة اخيرا رجع زياد يا ناس رجع زياد زياد رجع عالطاعة زياد رجع يا أهل الطاعة زياد رجع يلا تعالوا زياد هم الطاعة عرفات 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 يا عرفات خالك زياد اجا ماما خالي اجا يا ماما خالي اجا واخيرا اجا الحمد لله. وين رايح؟ زياد اجا وبدي خبره. يلا بسرعة. زياد هلا اجا. شو؟ زياد اجا. متأكد زياد؟ تمام طول بالك ركز معي منيح تمام واسمع شو راح اقول لك بالحرف. بتساوي اللي بدي اقول لك عليه حرفيا. تعال اقول لك. لسه ما صار 40 والعبيده. دايما جيتك ما فيها خير، بالعكس مصيبه. شو بدك تعمل يا زياد؟ الاولاد وينهم هلا؟ جبت لنا عصاتك لهون وهي رجعنا نسكر الطرقات. روق شوي يا حاج، بيفوزوا علينا لما يفرقونا. لسه ما فهمت لهي الشغلة؟ يعني زياد رجال بضاي، لا تغلط بحقه هيك. كل شي عندي أملاك ما بتهمني. بترجاك وما تتخانقوا بسببي وتختلفوا، ما بصير نعمل فتنة بالضيعة. اشتهيت تحكي شي كلمة بمحلها. والله ما عاد فيني اتحملك والله، بس لو ما كنت اخي الكبير بس. بعد عني اخي ما عاد فيني اسكت. شوف بعينك شو عملته، مالك شايف؟ هي علقت بين 2 اخوات. مختار اجمعنا الكل، يعني كل اهل الضيعه، ولا تدخل الحكومه بشي. لنشوف تبريرك هلا، واذا ما كان مقنع راح يختلف الكلام. انا ما متت لسه. خالي وين كنت عم استناك. استنيناك كتير يا زياد. لا تاكلوا همي، خلينا نفوت. رح احكي لكم كل شي. يلا نفوت، يلا فوتوا يلا. زياد اجا ومعه سلاح وعم يدور على اسماعيل. لقطني عند حيط المدرسة وحط مسدس براسي وقال لي بدك تقلي وين اسماعيل. بالزور نفذت منه. قول الحقيقة، قلت له لزياد وين اسماعيل شي؟ أكيد لا يا آغا. تمام. اسمع يا اسماعيل، بتعرف قديش معزتك عندي، بدي ساعدك أنا وبدي فهمك شو بده يصير. إذا زياد مسكك وعرف إنه أنت قتلت عبيده، هالشي مو منيح لشكور آغا. والله رح نتورط والله. يعني بدي اقول لك باختصار، يا اما بدك تخلص على زياد يا اما شكور رح يخلص عليك. عبدين هات السلاح. انا بدي اياك تعيش يا ابني، لهيك بدي اياك تخلص على زياد. يلا شوفك اليوم. حاضر يا اخ. روح يا سبع.
اللي عم تساويه غلط كبير. رح تروح لعند مهران وتقول له معلش اهرب بهالوقت المتأخر من الليل؟ ليكي ما في شي رح يتغير شو ما حكيتي هلأ. انت مفكرة انه مهران رح يتركنا بحالنا؟ وما رح يوقف بصف زياد؟ ما بيتراجع عن كلمة قالها. قبل ما يجي زياد مهران ما رح يتركنا. طيب ابعات يوسف إذا بدك، على القليلة بتعرف شو عم يصير بالضيعة قبل ما تروح. زياد أخ بوس رجليك إنه تسامحني بترجاك. هنني اللي جبروني إجي. قالوا لي إنه إذا ما بقيت لك أنا هن رح يقتلوني. هيك لكان شو بدي ساوي فيك هلا يا كلب؟ هن جبروني أوس على عبيده. مين؟ أنت اللي قوصت عبيده؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.